بتقول يا عم علي لعائلة محمد ومريم؟ احب اقول حاجات حلوه قوي. بحبهم جدا، وان انا بحس ان انا وسط اهلي، وبحب شغلهم جدا، بحب اعمالهم جدا. وان شاء الله هنعمل حاجات حلوه كتير قوي مع بعض، وباذن الله هنبقى ان شاء الله رقم واحد في مصر. طب تحب تقول للجمهور بقى؟ احب اقول للجمهور استنونا في اعمال حلوه قوي، وانا هبذل كل جهدي ان شاء الله لاسعادكم، ونعمل حاجات ان شاء الله تعجبكم. ايه لعائلة محمد ومريم؟ أقول عائلة محمد ومريم دي عائلتي والله العظيم، وأنا فخورة إني أنا في وسطهم، وربنا إن شاء الله هتكبر وتعلى بإذن الله، وهنجيب لكم حاجات، نعمل لكم حاجات جميلة، وعايزين المتابعة طبعا، وعايزين كلمة حلوة ليهم، لأن هم فعلا يستاهلوا كل حاجة حلوة بجد بجد، أقسم بالله، ما عشان إن أنا شغالة معهم، لا، هم فعلا يستاهلوا كل خير، وربنا يزيدهم من نعيمه، وإن شاء الله هيكبروا ويعلوا ويبقوا أحسن حاجة بإذن الله. طب تحب تقول ايه للجمهور بقى؟ اقول للجمهور بحبكم وبموت فيكم، وربنا يخليكم لينا، واحنا على قد ما بنقدر والله بجد، احنا قصصنا قصص كبيره، بس فيها حاجات فايده كتيره قوي قوي لاي حد، يعني قليل قوي اللي بيعمل القصص بتاعتنا دي، فبشكركم ان انتم متابعينا، وربنا يبارك لكم، يبارك لنا فيكم. والجمهور اللي بينتقدك موضوع الشغل؟ مصيره هيعرف ان دي افكار ودي رسائل احنا بنوصلها، وبنقول لهم يا جماعه احنا الكلمه الحلوه حسنه، فبلاش تقسوا علينا بالكلام اللي ملوش لازمه. ومع عائله محمد ومريم دول ولادي، يعني كنت انا بقوم بدور شرانيه معاهم، بقول لهم يا جماعه دي رساله احنا بنوصلها، لان هم دول نور عيني اللي بشوف بيها، اقسم بالله. بتقول ايه لعائلة محمد ومريم؟ أسرتي الجميلة، الأسرة الحلوة الممتعة، اللي أنا بحس إن أنا قاعد مع ولادي وأحفادي بالفعل، بجد يعني مش بنمثل ولا بنشتغل، أنا قاعد في بيتي. يعني لو عدى عليا يومين ثلاثة ما رحتش بني سويف وقابلت الأستاذ محمد ومدام رشا ومريم ومليكة، أحس إن في حاجة ناقصاني بجد يعني. بشوف كومنتات كتير بتقول ان عبد الناجي دمه خفيف ومحبوب وكده، تحب تقول ايه للناس دي؟ دي أذواق، هم شايفين كده، أقول لهم لا ما تقولوش. أنا مبسوط طبعا من طب تعليقاتهم. ماشي، وانا شايف ان انت ماشي يعني، تمثيلك جميل وكل حاجه، بس تحب تقول ايه بقى على كلمه دمك خفيف دي؟ هقول إيه؟ انت عايز تقول ايه يا فارس؟ انت عايز توقعني مع الناس؟ لا الناس لا، دي كلها بتحبني على مستوى السوشيال ميديا كلها يعني، خصوصا مع الاستاذ محمد حسن، عائله محمد ومريم. عايز تضيف اي حاجه تاني؟ لا، اقول لهم انتم منورينا، وبيسعدني قوي 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 تعليقاتكم الجميله، سواء كانت كده او كده، انا مبسوط بتعليقاتكم وبس. لعائله محمد ومريم سبحان الله. مهما اقول مش هكفي اللي جوايا ليهم، دول اجمل ناس واحلى ناس واجمل عيله، محمد ومريم ما شاء الله عليهم. تحب تقول ايه للجمهور جمهور عائله محمد ومريم؟ اقول لكم بجد، يعني احب اقول لكم ان تتابعوا الناس دي، الناس دول جمال جدا، بيحبوا يقدموا حاجات من الواقع، والحاجه اللي بيقدموها هي بجد فعلا يعني عشان تناسب الذوق العام كله، يعني حاجه بتدخل بيتي وبيتك وكل الناس بتشوفها. بجد الناس دول جمال جدا، ومن اجمل العائلات اللي احنا اتعاملنا معاهم، يعني ما شاء الله عليهم. طيب الجمهور بينقسم لشقين هنا في العائله، في شق بينتقد جدا جدا جدا، وشق تاني بيبقى كويس وبيقول حاجات كويسه. طبيعي، بص احنا دايما على السوشيال ميديا هتلاقي بتقدم الخير وبتقدم الشر في نفس الوقت، انت بتشوف الحلو وبتشوف الوحش، خدت بالك ازاي؟ الرساله اللي بنقدمها هي موضوع من حدث البيت المصري اللي بيحصل عندي وعندك وعند الناس كلها. شكرا لك يا زهير. شكرا حبيبي. طبعا معانا صاحب القناه ابو مازن، تحب تقول للناس دي ابو مازن؟ احب اشكر كل اخواتي وحبايبي واصحابي واي واحد او واحده متابعنا في صفحة. ده شرف لينا كبير جدا، ويا رب يكون محتوانا بيعجبكم وبخش كل البيوت المصريه. وطبعا في ناس كتير برضو اكيد يعني بتقول لنا كومنتات سلبيه، واحنا برضو بنتقبلها ما بنزعلش، بس يعني الكلمه الحلوه اكيد طبعا هتزقنا لقدام وهتشجعنا اكتر، وان احنا نعمل لكم افكار جديده اكتر، ويا رب تعجبكم باذن الله. طب دي كانت رسالتك للجمهور، رسالتك بقى لفريق العمل اللي معاك اللي هو عم علي والمسلم؟ دول اهلي يعني صفحه يوميات عائله محمد ومريم دي مش بتاعت انا ومدام رشا بس، لا دي بتاعتنا كلنا. يعني اي حاجه بتحصل فيها، اي كومنت سلبي لاي حد من فريق العمل اكيد بيضرنا كلنا، واي كلمه حلوه لاي حد فينا اكيد بتفيدنا كلنا، واي حاجه بتحصل في القناه دي لنا كلنا، مش بتاعتنا احنا لوحدنا. طب هل بتعاني انت يعني في التصوير، في الافكار الكلام ده، ولا الموضوع سهل بالنسبه لك؟
لا، هو طبعا التصوير بيبقى عمل شاق جدا لينا كلنا، برضو بيبقى اليوم كله، بيبقى بنعمل كذا فكرة، وطبعا بعد كده بنمنتجها وبنحملها. وبالنسبة للأفكار بتعب فيها جدا أنا ومدام رشا، لحد ما بنجهزها ونظبطها ونكيفها على مقاسنا، ونقوم بيها ونصورها وكده. يعني هو الموضوع متعب جدا، بس لذيذ وشيق لما بنلاقي كلمة حلوة منكم بتخلينا ان احنا ناخد خطوة لقدام. وان شاء الله هنوصل للمليون متابع بيكم انتوا. شجعونا وادونا كلمة حلوة.